جات لي اسئله كتيره جدا على كتاب اهم 6000 جمله في الانجليزي. بما ان انا قاعده في كافيه والجو حلو فقلت استغل الوقت ان انا اجاوبك على كل الاسئله اللي ممكن تيجي في بالك. اكتر واول سؤال بيجي دايما هبدا فيه مذاكره ازاي؟ بص، انا كفيروز برشح لك طريقتين. الطريقه الاولانيه ان انت مثلا تشوف الموقف اللي انت هتتعرض له النهارده. يعني على سبيل المثال انا مثلا دلوقتي قاعده في كافيه، خلاص انا عارفه ان انا النهارده هنزل هتعامل في كافيه او هتعامل في مطعم. هعمل ايه؟ هفتح الكتاب وهشوف الجزء بتاع الريستورانتس والكافيهات، هفتحه، هشوف ايه ده الكونفرزيشن اللي انا عايزه اروحها، الجمل اللي انا ممكن اسمعها من الويتر او استخدمها من الويتر هقراها، هسمعها كويس. متنساش ان كل الكتاب مسجل بالامريكان اكسنت. انت هتقرا الجمل مرتين ثلاثه اربعه، هتاخد جملتين ثلاثه من كل موقف. ازاي اطلب اوردر، ازاي اقول الاوردر بتاعي غلط، ازاي مثلا اقول الويتر لا انا مستني حد، وهكذا. ايا كان الموقف اللي انت هتتعرض له، كل ده على فكره هتلاقيه جوه الكتاب. انا بس بدي لك مثل. هقرا الجمل مره اثنين ثلاثه اربعه، هحفظهم، هسمعهم كويس، هسمع النطق المظبوط، ان فوالا انا هنزل هروح المطعم هعرف ان انا اتعامل بالجمل اللي انا عرفتها من شويه او ان انا ذاكرتها من شويه او قريتها من شويه. يبقى دي اول طريقه، تشوف الموقف اللي انت ممكن تتعرض له النهارده وتذاكره وتقراه قبل ما تنزل. انا عطيتك مثلا موقف عن المطاعم، انت بقى شوف مطاعم، شوبينج، جاي لك ناس في البيت، رايح تتعرف على ناس جديده، رايح مثلا لو انت بيرنت ورايح مدرسه ابنك او بنتك، ايا كانت الموقف اللي انت تتعرض فيه. دي اول طريقه. الطريقه الثانيه، طب لو انا مفيش موقف ايرجنت ممكن ان انا اتعرض لها، ممكن اعمل ايه؟ افتح الكتاب، الكتاب فيه مواضيع كتيره جدا، الكتاب فيه اكتر من 400 موقف. ابدا شوف المواقف الاكتر اللي شداك. يعني مثلا انا مهتم جدا ان انا اقول رايي في حاجه، اقول ان انا موافق على حاجه او ان انا رافض حاجه. هفتح الكتاب وهدخل الكونفرزيشن او مجموعه الجمل اللي خاصه بان انا موافق او رافض، وهبدا ان انا احفظ منها جملتين ثلاثه على حسب مقدرتك. في ناس بتعرف تحفظ جملتين، في ناس بتعرف تحفظ 3 جمل 4 جمل 5 جمل، ايا كانت مقدرتك. انا قاعده في كافيه مكسوفه الناس بتتفرج عليا، فهتحفظ عدد الجمل اللي في مقدرتك، هتقراها وهتسمعها. في قطه يا مامي، شش شش شش. يا نهار اسود، يا نهار اسود. انا يطلع لي ده، انا يطلع لي ده. انا بخاف من القطط. شت. كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول ان احنا هنفتح الكتاب وهنشوف الموقف اللي شددني ان انا اتكلم فيه او اللي انا مهتمه قوي ان انا اتعلم فيه جمل انجليزي and so on. هحفظ جملتين ثلاثه ايا كانت مقدرتك، 2 3 4 5، ايا كان اللي انت عايزه، وهتسمعهم برضو وهتبدا ان انت تستخدمهم في حياتك. لو مفيش موقف معين انت هتستخدم فيه الجمل اللي بالانجلش، ممكن ان انت تبدا تستخدمهم مع نفسك، تستخدمهم في يومك. ان شاء الله تقف تتكلم مع نفسك حتى في المرايه. كل الحاجات دي هتسبورت يو وهتساعدك. خلصت الجملتين، بكره تاني يوم هحفظ جملتين عليهم، هراجع الاثنين اوليين وهحفظ 2 كمان، وهكذا كل يوم اذا كان في نفس الموقف او كان في مواقف مختلفه او ايا كان، لحد ما تخلص الكتاب. طيب، هل انا المفروض احفظ 6000 جمله؟ لا، مش المفروض ان انت تحفظ ال 6000 جمله. احفظ على قد طاقتك. ان شاء الله يا عم حفظت منهم 100، في كل موقف من ال 400 موقف انت خدت جمله واحده بس، تمام، يعني هتقضي غرض. خلصنا، خدنا راوند من الكتاب، هنقفل ونعيد من الاول. انا خدت كده جمله من كل موقف، هعيد من الاول. خدت جمله هراجع عليها واحفظ جمله كمان، وهكذا. هراجع جملتين احفظ عليهم جمله كمان، وهكذا. خد وقتك، الكتاب معاك، هو مش رايح في حته. خد وقتك ان انت تحفظ، خد وقتك ان انت تتكلم، وكل حاجه تبقى كويسه. تاني سؤال بيجي لي، لو انا مش بعرف اقرا انجليزي هذاكر ازاي وهقرا الكتاب ازاي؟ الكتاب كله منطوق، كل الجمل منطوقه بالامريكان اكس. فانت هتفتح، لو انت حتى مش عارف فانت هتفتح وهتبدا ان انت تسمع الجمله. هي على الموبايل بس انا بصور بالموبايل. هتسمع الجمله وهتمسك الكتاب. يعني مثلا هنا قدامي مثلا are we ready to leave؟ هل احنا جاهزين او يلا بينا ان احنا نمشي؟ فمع السمع اكتر من مره وان انا بوينت او بشاور على الكلمات، هبقى عارف مع الوقت ان مثلا ان ار دي نوت ار، هي دي الجمله اللي قدامي او الكلمه اللي قدامي اي ار اي، فانا بسمع بتتنطق ار، فهعرف مع الوقت ان هي اسمها ار. وهكذا مع التكرار، ومع تكرار الجمل وتكرار الكلمات هتلاقي نفسك عارف تقرا كويس وفي نفس الوقت تتكلم كويس. السؤال الثالث اللي بيجي لي، هل الكتاب هيساعدني ان انا اتكلم لوحدي من غير ما اخد كورسات؟ طبعا، هو معمول اصلا علشان كده. الكتاب فيه 6000 جمله، انت مش محتاج ان انت تاخد كورس بعد كده. هتشوف الموقف. يعني خليني مثلا افتح معاكي الفهرس كده واشوف حاجه ممكن اتكلم عليها. يعني مثلا انا هنا مكتوب قدامي ان انا عايزه الفت انتباه حد، عندي كام حاجه ممكن الفت بيها انتباه حد؟ يعني 2 3 4 5 6 7 8، طبعا 8 طرق مختلفه، مش 8 جمل، 8 طرق مختلفه الفت بيهم انتباه حد. طيب، تحت كل طريقه في 5 جمل 10 جمل 15 جمله على حسب اللي موجود في الكتاب.
ادي مثلا topic. هنا مثلا بيقول لك ان انت مندهش من حاجه، نفس الفكره، هتلاقي طرق كتيره جدا وهتلاقي جمل كتيره جدا ايا كان. هتلاقي مثلا هنا بيغطي عندك التعارف، الدردشه، لفت الانتباه، انك تبتدي conversation مع حد، انك تبقى مندهش. انا مش هعرف اقرا كل حاجه، مثلا الكلام عن الطقس لو انا متاخر، مطاعم، شوبينج، ديتنج، اللي انت بتتكلم عن الوقت الوقت، الساعه، سموكينج، قلنا الشوبينج. ايه تاني عندنا؟ انك انت تتكلم او تعبر ان انت ممتن لحاجه، تتكلم عن مشاعرك، مستشفيات، مدارس، بتتكلم مع مدرسين او مع مثلا مدرسين ولادك، او مثلا ان انت عايز تتكلم مع مدير المدرسه، انك هيلب اند سبورت، الاعتذار، تتكلم ولادك في البيت. حاجات كتيره جدا جدا جدا، كل موقف من دول تحتيه يعني كميه جمل رهيبه. فلا، انت مع الكتاب ده مش هتحتاج ابدا ان انت تاخد كورس، وهو هيساعدك جدا 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 جدا. طيب هل الكتاب هيساعدني انطق؟ يعني طبعا، لان انا قلت لك ان الكتاب كله مسجل بالامريكان اكسنت، فطبيعي ان انت لما هتسمع الجمله وانت شايفها قدامك وهتقول وراها بطريقه الشادوينج، هتسمع الجمله وتقول وراها، تسمع الجمله وتقول وراها، تسمع الجمله وتقول وراها. مع الوقت طبيعي جدا ان انت هتبقى عارف تنطق الحاجه اللي انت عايز تقولها، وده هيساعدك ان انت تتكلم باكسنت كويسه كمان. بص، انا مجمعه الاسئله كلها في ورقه، فبشوف الاسئله اللي انت بعتها لي او معظم الاسئله اللي بتتسال لي يعني، وهجاوب عليها. السؤال اللي ورا بيقول لي هل الكتاب معاه فلاشه او سي دي بالنطق الصح؟ الكتاب ماهوش فلاشه او سي دي، ان دي حاجه ممكن تضيع منك. سي دي ممكن يضيع، الفلاشه ممكن تضيع، فانت كده يعني ضعت معاهم. اكشلي الكتاب فيه كيو ار كود في اول صفحه، انت بتعمل سكان بالموبايل، تفتح الكاميرا، بتحطه بس على الكود، بتقراه. انا ممكن اوريه لك هنا. انا دي معايا النسخه يعني القديمه، كان الكود في صفحه 11. يعني هنا مثلا اهو ادي الكود، بتعمل له سكان. وانس انك انت تعمل له سكان، هتلاقي كل الاوديوز عندك موجوده، تقدر تحتفظ بيها على اللابتوب، تقدر تحتفظ بيها على موبايلك. حتى لو موبايلك اتفرمت او اللابتوب اتفرمت، هتقدر تعمل سكان تاني وتدخل على الاوديوهات تاني اند سو اون. فهي لا، مش على فلاشه او مش على سي دي. اولا لان معظم اللابتوبس دلوقتي مبقاش فيها اماكن للسي دي اصلا، والفلاشه ممكن تضيع، ناس غنانه كده تتنطر في اي حته، فيبقى انت كده ضاع منك نطق الكتاب. فانت عندك الكيو ار كود، تقدر تعمل له سكان اي وقت من اي حاجه ايا كان، وتحتفظ بيهم في اي حته. حتى لو ضاعت الاوديوهات لاي سبب من الاسباب، هتقدر توصل لهم دايما طول الوقت. السؤال اللي وراه، هل الكتاب فيه شرح جرامر وبيساعدني في الجرامر ولا لا؟ طيب هنا هرد عليك في نقطتين. الكتاب معتمد على طريقه التشانكس. ايه هي طريقه التشانكس؟ هي طريقه الجمل الثابته، مش بتحتاج معاها جرامر. يعني انت بتاخد الجمله زي ما هي كده، هتنطقها في الموقف الفلاني. خليني افتح يعني اي صفحه كده راندملي في الكتاب ونشوف. مثلا هنا مثلا بيقول لك لو انت عايز تدي نصيحه لشخص مشغول جدا في حياته، فهنا مثلا بيقول لك ايه؟ you're doing too much, you're doing too much. هنا حاطط لك السبجكت اللي هي اليو، وبعدين حاطط لك الار، وبعدين حاطط لك الفيرب، وبعدين مكمل لك الجمله. فانا شايله من عليك عبء ان انت تقعد ترتب الجمله مع نفسك. يعني مش هحط لك مجموعه كلمات، مثلا مش جايه اقول لك مثلا خد كلمات اهي ورتب جمل. لا، انا مثلا عايزه اقول لحد انت بتشتغل كتير، فانا عايزاه يهدى او كذا، فاقول له you're doing too much, you're doing too much. هل انا كده احتجت جرامر؟ لا، انا خدت الجمله زي ما هي من الكتاب ورحت استخدمتها زي ما هي. دي طريقه التشانكينج. التشانك معناها زي حاجه زي اسطمبه او حاجه زي كتله، فانا باخد الجمله زي ما هي وهستخدمها زي ما هي. ولكن ده ما يمنعش ان انا عندي البوكس بتاع الكتاب. البوكس بتاع الكتاب ان في ناس محتاجه الجرامر في حاجات تانية، ممكن عشان تكتب ايميلز مثلا، او ممكن عشان تساعد ولادها في الدراسه مثلا، وحته الباراجراف والامتحانات بتاعت الجرامر اند سو اون. فانا تقدر تشتري الكتاب لوحده، كتاب 5000 جمله لوحده، وتقدر تشتري البوكس كامل. في البوكس كامل بيبقى فيه الكتاب طبعا، بيبقى فيه كورس جرامر مصور، في اهم التنسز وحروف الجر كلها، وكمان بيبقى معاهم، بس هو مش معايا دلوقتي عشان اوريهولك، كمان بيبقى في كتيب اسمه خريطه جرامر. ده بيبقى فيه اسئله وتدريبات اكتر من 2000 سؤال على كل دروس الجرامر اللي انا شرحتها، اجاباتها كلها في اخر الكتاب. وكمان فيها تيبل في كل الافعال الشاذه اللي موجوده في الانجليزي. فانت يبقى كده you got the best of both worlds زي ما بيقولوا. بقى انت معاك الحاجتين، معاك كتاب الجمل اللي اقدر استخدمه اي وقت من غير ما اضيع وقت طويل علشان اوصل للنتيجه اللي انا عايزاها، وفي نفس الوقت طب لو انا عندي حاجه urgent محتاج لها جرامر ضروري، فانت يبقى معاك البوكس فيه كورس الجرامر المصور، وفيه الكتاب كمان بتاع التدريجات. هل الكتاب ينفع لطلبه في ثالثه ثانوي؟ السؤال ده اتسال كتير جدا، وتو بي اونست
انا بيبقى ردي واضح جدا، يعني مش فكره ان يلا خد الكتاب وهوبا وهينفعك وبتاع، لا. لو انت عايز الكتاب يساعدك في المنهج الدراسي، لا، الكتاب مش هيساعدك في المنهج الدراسي. لكن لو عايز الكتاب يساعدك كحصيله لغويه ان انت تتكلم احسن، تدخل الجامعه او تعمل مثلا انترشيب في شركه او اي حاجه، هو هنا هيساعدك. لكن ان الكتاب هيساعدك في منهجك الدراسي، لا، الكتاب الحقيقه مش هيساعدك. لكن كون ان هو يبني عندك اللغه، يحضرك لو انت دخلت جامعه خاصه، يحضرك لو انت حبيت ان انت تشتغل في شركه اثناء الدراسه، يحضرك لو انت هتكمل تعليمك بره، يحضرك ان انت تتكلم مع اجانب مثلا، سواء هتنزل تدريب في الصيف او مثلا هتشتغل في اي مكان في الصيف او هتقدم على منحه او اي حاجه من الحاجات دي. كل ده الكتاب هيساعدك. لكن هو بس مش هيساعدك في منهج المدرسه اللي هو الامتحان اللي بيجي لك في اخر السنه، الاول مش هيساعدك. لكن اي حاجه تانية كحصيله لغويه انك تنمي نفسك في الانجليش، هيبقى ممتاز جدا، مش هتحتاج اي حاجه معاه. مناسب لاي مستوى. اكشلي الكتاب انا شايفه ان هو يعني مفيد لكل المستويات. يعني مثلا تعالى نبتدي مثلا من البيجنرز هيبقى عندهم فرصه كبيره جدا ان هم هياخدوا حصيله لغويه كبيره مع عدد الجمل اللي موجود، ويعني هيحصلوا كميه جمل رهيبه. وفي نفس الوقت هو هيفيد حد ادفانسد برضه. يعني انا مثلا وانا بحضر الماتيريال بتاعه الكتاب وكنت بعمله، عدى عليا انا كفيروز جمل جديده انا ما كنتش عارفاها قبل كده. بس لما حضرت الماتيريال ولما قعدت ان انا اجمع الداتا بتاعتي واحاول ان انا اخلي الكتاب ساري جدا وفي كل حاجه انت ممكن تكون محتاجها، انا عن نفسي عدى عليا بعض الجمل اللي كانت جديده بالنسبه لي. فانا اعتقد ان انا حد يعني ممكن يكون ادفانس في الانجليش، وبرغم من كده انا استفدت جدا من الكتاب. فهو مناسب لاي مستوى. انا شايفه ان هو مناسب لكل المستويات، بس يعني خلينا نبقى سبيسيفيك اكتر ونقول ان هو مناسب للناس المبتدئه والمتوسطه لحد مثلا ما توصلهم لبي 2 مرتاح. فوق البي 2 هتلاقي كام جمله هتساعدك، بس هو يعني ممكن بي 2 واعلى من كده شويه. هل متوفر بلغات تانية؟ مش عارفة. الناس حبت الكتاب يعني بعد ما جابته، في ناس كتيرة بتقول لي طيب يعني ما تعملي لنا الكتاب ده بلغة تانية. يعني حاضر هحاول، بس أنا شغالة على كذا حاجة دلوقتي، يعني حاليا لأ، مش متوفر غير بالإنجليزي، بس ممكن later on نشتغل على حاجة تانية وأعمله بأي لغة تانية. في برضو أسئلة بتجيلي عن جودة الطباعة والورق والتغليف. supposedly ان انا طبعا الكتاب يعني طباعه اللي بيسموها فاخره. الورق بتاعه ورق 80 جرام. الورق 80 جرام ده بيبقى الورقه نفسها تقيله، مش بتشف. الطباعه فيها كويسه، الطباعه ملونه. يعني ممكن اوريك الكتاب، الكتاب من جوه ملون كله. في صور، انا عن نفسي بحبها، بحب اذاكر الحاجات اللي فيها صور. يعني مثلا حاجات زي كده مثلا في الشوبينج وكذا. سعديه مثلا بتتكلم مع الست اللي هي بتعمل معاها الشوبينج اند سون. فالورق المفروض ان الكواليتي بتاعته الحمد لله عاليه، والتغليف كمان عالي، والكفر تقيل ملزوق كويس، مش هيفك منك، متخيط. فدي الحاجات اللي اقدر اقولها على جوده الطباعه. طيب لو المنتج، في سؤال حلو برضو بيقول لي لو المنتج غير مطابق للوصفات او في تلف، الحل ايه؟ في تلف، انت خدت الكتاب وحسيت ان هو لا مش زي ما انا توقعت، او انا لاقي صعوبه في التعامل مع الكتاب، انت ممكن لو لقيت صعوبه ترجع لي الاول اساعدك ان انت تتعامل معايا. طيب حتى لما رجعت لي حاسس ان هو صعب عليك، يا سيدي انت خدت الكتاب وحاسس ان لا مش ده المحتوى اللي انا كنت محتاجه ومش دي الحاجه اللي انا محتاجه، ببساطه هترجع الكتاب، هتكلمني تقولي فيروز انا خدت الكتاب وحاسس مش هو ده اللي انا عايزاه، او الكتاب فيه مشكله بالنسبه لي او ايا كان، هقول لك ما عنديش مشكله خالص، هات الكتاب تقدر ترجعه، ما عنديش مشاكل. يعني مش هتلاقي في تعنت في الموضوع ده، لا وترجعه ليه والكتاب جميل وعليه سكر، لا خالص. انت خدت الكتاب وكانت تجربتك معاه بالنسبه لك مش احسن حاجه او مش دي اللي انت كنت متوقعها، ما عنديش مشكله، هتكلمني عايز ارجع الكتاب اقول لك تمام شكرا، خد يا عم مصرياتك، خد فلوسك اهي وهات الكتاب بتاعي. الموضوع ابسط يعني من كده بكتير. برضو في سؤال بيقول لي هل فعلا في حد حقق استفاده قدر يتعلم انجليزي من الكتاب؟ جدا، يعني جدا 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 جدا. انا ناس بتبعت لي ريفيوهات حتى من غير ما اقول لهم طب ايه رايكم في الكتاب. يعني الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الكتاب حقق يعني نتائج مع كميه ناس رهيبه، يعني almost everyone الحمد لله. معايا سكرين شوتس من الناس اللي بتبعت لي بتقول لي رايها في الكتاب، ممكن ابقى احطها تحت الفيديو، احط كام سكرين شوت للناس ورايهم في الكتاب. بس يعني الحمد لله كل اللي بيبعت لي الكتاب، انا قاعده في كافيه ان شاء الله وش ما يبانش بالفيديو، بس كل اللي بياخد مني الكتاب الحمد لله الحمد لله يا رب بيبعت لي رايه وبيقول لي ان هو استفاد منه جدا وادعي لي كمان. لا الحمد لله فعلا في ناس كتيره جدا 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 استفادت من الكتاب. هل متوفر في مكتبه؟ في 4 مكاتب متوفر فيهم الكتاب.
ممكن اسيب بعناوينهم واسمهم برضو في الكومنتس، او ممكن انت تدخل تسالني عن اقرب مكتبه ليك وهقول لك. في الكتاب موجود في اكتر من مكتبه في كذا محافظه. هل الكتاب متوفر PDF؟ كتاب مش متوفر PDF خالص. هل في متابعه او دعم بعد الشراء؟ طبعا. اي سؤال انت، افرض ان انت احتجت اي حاجه، في حاجه انت مش فاهمها كويس، مش عارف تذاكر ازاي، عايز بلان او عايز تسال اي سؤال، طبعا احنا موجودين. تقدر تبعت على البيج الاسئله اللي انت عايزها، واكيد اكيد 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 هندعمك وهنبقى معاك خطوه بخطوه لحد ما تحقق الاستفاده القصوى من الكتاب. ودي كانت اهم الاسئله اللي بتجيلي عن كتاب اهم 6000 جمله في الانجليزي. ولو عندك سؤال تاني ممكن تبعتهولي او تسيبولي في كومنتس.